السلام عليكم. اللي بيشوف الفيديو ده دلوقتي اتمنى منك لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة علشان تشوفوا فيديوهات مهمة جدا هنزلها ان شاء الله الفترة الجاية، وده فيديو من ضمن الفيديوهات المهمة. يلا بينا نتفرجوا على الفيديو. اللي بيجيب واحد بيتقسم المكسب بتاع الكلية على المجموعة كلها. الطقم ده بيجمعكم على القهوة، انتوا متبرعين، بيقابلكم مع الدكتور. ايوه مش كده؟ بعدين الدكتور بيعمل معاكم ايه بقى؟ بيتكلم معانا بيتكلم بايه يعني؟ بيقول لك روح اعملوا تحاليل وبتاع كويس. فبيدينا كلها 50 جنيه مصروف. لا اشتغلت شويه مع الحاج امين وبعد كده عملت له تحاليل. اشتغلت لوحدي، اشتغلت مع الدكتور وليد بعمل له تحاليل. مين عرفك على الدكتور وليد؟ هو في طريق المستشفى وهو كان بيروح الوزاره. وليد كان بيروح الوزاره اتعرفنا عليه هناك واشتغلنا معاه. كان بيديك كام المفروض؟ كان اقسم بالله كان بيديني 50 جنيه كل يوم. واحد تدفع 500 جنيه وادوني 19 ونص. انا لما تلاقيت عندي حصوه اقول لي ممكن تتبرع بفصل. بص كده. لا انت كنت هتتبرع بايه؟ كليتي. انت قدرت كليتك ب 20,000. فاكرين مروة؟ تعالوا نفتكر مع بعض مين مروة دي. مروة حسني مبارك زي ما كانت بتقول، عندها صفحة على تيك توك بالاسم ده، وكانت بتنزل فيديوهات وطلعت في لايفات وقالت على اسماء كتير جدا متورطين في تجارة الاعضاء، ومن ضمنهم ام مكة وام سجدة والفنانة وفاء عامر. اللايفات بتاعتها كانت بتوصل ب100,000 مشاهدة وعملت قلبان وقتها، فاتقبض عليها. ناس قالوا انها بتدعي انها بنت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وناس تانيين قالوا ان قصة تجارة الاعضاء ده وموضوع تجارة الاعضاء ده موضوع اي كلام، وده مخطط علشان تغطية حاجة معينة. وناس كتير جدا مصدقينها وبيقولوا انها هتدعي انها بنت حسني مبارك ليه، وهتدعي وهتقول موضوع تجارة الاعضاء برضو ليه. ايه المستفادة من ده كله؟ ومن ضمنهم السيدة سوزان الخطيب. سوزان الخطيب دي دكتور زي ما بتقول، وبتقول كمان ان مروة كلامها كله صح ومش كذابة في اي حاجة من اللي هي قالته، ومروة فعلا بنت الرئيس حسني مبارك. تعالوا نسمع الفيديو مع بعض. اللي زيكم عشان انتوا فاكرين انكم ايه فرحانين قوي، اتحبست وبعد كده يجرجروكم واحده ورا واحده. هو ده اللي حصل. اوعوا تفتكروا انهم استضافوا البروجر اللي هي بدون ذكر اسمها عشان عايزين يرفعوها ولا يعملوا معاها خطاب ولا يعملوا معاها كلام. لا، عشان يجرجروها في الكلام، عشان يودوها طعم كويس لأمن الدولة. وبعد كده خدوا التانية برضو ولسه هياخدوا الباقي. أنا قلت لكم إحنا عندنا جهاز مخابرات من أحسن الأجهزة، وعندهم أمانة وحفظ. لمين؟ لمروة. بعد كده أنا عايزة أتكلم وأقول إحنا نشكر يعني الدكتور مصطفى مدبولي اهتم بالموضوع. القضية بقت قضية رأي مش عام بس، ده بقى عربي واجنبي وكل الاوساط. ومروه يا جماعه، انا مع احترامي للدكتور الصاوي اللي هو بيقول دي بتعمل بلبله، ما عملتش بلبله. مروه ما عملتش بلبله. مروه عباره عن الفتيل بس اشعلته عشان تبين الناس الحقيقه اللي هم متناسينها ناسيينها، هم عارفينها. فاكرين ساعة الطالب اللي في شبرا وحصل له ايه؟ اللي كان بيشتغل واحد استدركه وعمل فيه، وبرده بتاع اللي كان عمل فيه كده واحد من الكويت بس مصري. يعني الاشياء دي موجودة وموجودة عندنا من زمان، مش في مصر بس، في جميع الدول. بس يمكن في مصر يعني ايه؟ في شوية يعني كترت شوية. فاحنا ايه؟ الحمد لله ربنا جعل مروه دي عشان ايه؟ تصحي الناس وتفوق، عشان لما الناس دول يتمسكوا الناس ما تتفاجئش، ما يقولوش هم اتمسكوا ليه؟ عشان الناس تعرف الحقيقه. وبعدين انا بقول لكم يا حبايبي، انتوا لسه مقتنعين انكم لسه مالكمش اي يد في اي حاجه؟ حاولوا تهربوا ولا تتلموا في الجحور زي الفيران. إذا انتوا ما طرتوش في الطيارة هتطيروا هنا. خلاص وقتكم انتهى، وقتكم انتهى. رضي من رضي وأبى من أبي.
اتفضحتوا. الستر اللي ربنا سبحانه وتعالى كان عامله ليكم خلاص انتهى. وبعد كده اما مروه بنتنا ربنا هينصرها. بعدين انتوا بتتكلموا اللي يطلع يقول عايزين نعرف هي بنت مبارك ولا مش بنت مبارك. قولوا مين هيعترف ولا مين هتعترف؟ بعد 40 سنه، بعد 40 سنه بعد ستر ربنا هتيجي واحده وتقول دي بنتي، او حد هيقول ان دي اختي؟ مفيش حد هيعمل كده، مفيش حد هيعمل كده. ده لو حاولوا يعني يغيروا في التحاليل هيغيروها، محدش هيعمل كده. بعدين قاعدين تتكلموا تقول مفيش امهات بترمي ولاد، لا في امهات بتقتل ولاد، بتاكل ولاد، وابهات برضه. مش هي دي القضيه. القضيه ان احنا عايزين ننجي ولادنا وشبابنا من المهازل والمغازل والتجاره الرخيصه اللي موجوده. وعلى فكره مخابراتنا صاحيه وصاحيه كويس. طبعا انا قلت لكم تحت رعايه عبد الفتاح السيسي. هم باذن الله باذن الله هيقبضوا على كل الناس اللي بتعمل الاعمال اللي مش كويسه دي. ومفيش فضايح ولا حاجه. ربنا حافظ مصر. بس انا عايزه اقول لكم حاجه كمان، اللي يحب يشرفني في الفيسبوك، انا ليا صفحه اسمها سوزان الخطيب على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب كنت لسه عاملاها، لسه مفتتحاها، اسمها الدكتوره سوزان. يا ريت تشرفوني فيها. اما مروه كلنا هندعي ليها وندعي للمحاميين اللي هم واقفين معاها ومش جبنه، ما بيخافوش. ما بيخافوش من غير من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى اللي حمينا وحميكم وحامي شعب مصر. وان شاء الله هيحميك يا مروه ويحفظك ويفك اسرك، مع انك في مكان امن وانا خايفه عليك لما تطلعي. ربنا فالموضوع خطير وكبير. كنا ساكنين في المهندسين في عماره اسمها عماره سفنكس، اتوقع عماره كبيره قديمه حتى، ترى ما هي اتوقع في ميدان سفنكس نفسه. اولا الاخ المصري هذا بطريقه وسيط، الوسيط قال في المستشفيات فيه متوفين دماغيا، عرفت كيف؟ واهاليهم حطينا تبرع زي كذا. هذا الشيء اللي احنا جينا عليه، فاهم علي؟ يوم جينا قام في الشخص قابلنا وجاب لنا شغاله، يعني جاب لنا شغاله، اخذنا الشغاله ذي عندنا. المهم الشغاله ذي جابت لنا اللي انا بعدين عرفت انها بتاع الفسيخ، اللي انا اعرفه انها كانت جتنا اعطتنا اسم مديحه، قالت انا مديحه. اخذنا الاسم زي كذا. بعدين معها ممكن 3 جوالات. في جوالي اللي تواصلت معانا ما تتواصل مع الناس الثانيين عن نفس الجوال، عرفت كيف؟ في مكالمه سمعتها، يعني تعرف الصوت كان عالي وكانت بجنبنا تكلم، تقول اللي بيشتري الارض مدري كيف وزي كذا. كان لا في الواتساب، هذه رسالتها بعدين. لا في مكالمه زي كذا، وسمعت هذيك تقول وحده تكلمها او الا واحده تقول لها يا ام مكه. إن قالت ام مكه، قلت انت ام مكه ولا مين؟ اذا قالت انا مدري كيف، وارتبكت كذا، عرفت كيف؟ يعني ارتبكت كذا شويه. قال يوم حسيت الارتباك يعني مرتبكه كذا، انا قلت ان الشغله فيها ان يعني الشغله ان اسمها مو حقيقي، عرفت كيف؟ حطيتها في راسي كذا. فجيت بعدين قامت تواصلت مع واحده على طريقه ارسلت لها فويس صوتي في الواتس، تقول اللي بيشتري الارض موجودين. انا قلت ممكن عندها ارض، واحد تبيع ارض له ثاني او زي كذا. بعدين شككتني انا في الموضوع، يعني جيت شككت في الموضوع، ارض زي كذا. حطت بعدين شو اسمه، من كثر الاتصالات اللي تجي في جوال ثاني جاء اتصال قمت انا دخلت على نفس ضغطت كذا، ولا ما في كلمه مرور، ولا في مكتوب ام عمر. صورة الشخصية ذي مي غريبة علي، يعني هذه مي غريبة علي، أنا قد شفتها بس ماني عارف فين. بعدين تذكرت وعرفت إن بعدين سألت، قلت هذه فلانة هي عندها ولد اسمه عمر؟ قالوا إيوه. شككت أنا في الموضوع. بعدين قلت لها شوفي، أنا أحد الأمرين، يعني أما إذا أننا متوفين دماغيا
ناس يعني متوفين دماغيا وفي المستشفى نبغى نقابل الدكتور، يعني نقابل الدكتور ناخذ معاه ونعطي معاه وزي كذا. واذا شخص بيتبرع بارادته انا بقابله يعني واجلس معاه اشوف. قالت لي لا تقابل شخص ممنوع، بس عاوز تقابل الطبيب ممكن. انا شكيت في الوضع، يعني شكيت ان الوضع فيه. بعدين اتصلت على واحد من اخواننا المصريين في السعوديه، اعطيته الكلام كذا كذا، قال لي انتبه ترى في ممكن ناس يبيعوا اعضاء، انتبه من الشيء ذا. والله انا ورحت القسم وقدمت بلاغ رسمي، قدمت يسالني حتى الضابط في القسم يقعد معايا تقريبا 10 دقائق، يطلع حق نص ساعه، يطلع برا ويرجع لي ثلث ساعه نص ساعه، يلطعني ويرجع ثاني مره، يطلع ويدخل ويزيد يسالني كم سؤال ويطلع ثاني. دحين يا باشا انا دحين جايك، يطلع. واذا بعدين قام كتب عندي، قلت له طيب ممكن تعطيني رقم البلاغ، انا عاوز رقم البلاغ. قال لي شوف بلاغ احنا اخذناه بكل جديه وان شاء الله مدري كيف. قلت شوف احنا احتمال مسافرين بكره وهذا رقمي، تواصل معايا، لو تتواصل معايا واتس وانا اتصل عليك. الموضوع ترى ما ينسكت عنه، ممكن في ناس ضعيفين، ناس غلبانين، ناس يعني ذا ما ينسكت عنه الموضوع ذا. قال لي لا ما يهمك. بعدين انا شككت في الوضع زي كذا، صرنا في نفس الشقه اللي كنا مستاجرين فيها، طلعنا منها ورحنا فندق في الجامعه العربيه، جامعه الدول العربيه. انا الغلطه اللي غلطتها اني انا المفروض اني اقدم بلاغ رسمي في السفاره السعوديه، اقول شفت كذا وكذا وكذا. ممكن كان يعني ما جاتنا الفكره الا بعدين واحد قال لي ليش ما رحت للسفاره السعوديه قدمت بلاغ والشيء هذا، وكانوا بيبحثوا في الموضوع، وحتى ممكن ان شاء الله ما يرضونها على اخواننا المصريين الثانيين، ممكن ناس غلبانين ناس زي كذا. والله بعدين قلت خلاص، وما عاد تواصل معاي ولا شيء، قلت خلاص انا ما عاد امشي في الموضوع ولا خلاص، قدمت بلاغ وزي كذا وانتهينا. بعدين لما اخش التيك توك واشوف اشياء في التيك توك يعني، والاخت مروه الله يخارجها ان شاء الله ويحفظها وترجع بيتها ان شاء الله سالمه، وشفت الاشياء كذا يتكلمون وجابت هذه ام الفسيخ مدري ايش وديك. انا بعدين طلعت وشفتها قلت والله هذه الانسانه اللي